النهارده في الشارع المصري درجة الحرارة تخطت ال 40 درجة. نزلنا نشوف الناس ايه اكتر المشروبات اللي بيستفادوا منها في الحر او بتقدر تعوض عنهم درجة الحرارة الشديدة ديت. عرفنا ان القصب هو من اكتر المشروبات المفيدة في هذا الحر. فوائد القصب جميلة في الأملاح وللحصوة، تمام، ولكل حاجة وللكلى. دي فوائد القصب. فايدته في الحر بالذات. فايدته حلوة جميلة في الحر، إن هو بتنزل الحصوة وحلوة للكلى بالذات، يعني بتنظف الكلى وكل حاجة بالذات في الصيف. والقصب جميل بيروي الجسم. هو القصب مشهور أساسا في القاهرة تما، وفي أي مكان مشهور والناس بتشربه. هو الشيء الأساسي اللي الناس عايشة عليه القصب. هو القصب بيتزرع أساسا في قلب سوهاج ذات نفسها في جنة، في خط الصعيد تمة. هي بلد أساسا مشهورة بالقصب، هي والمنيا. في الصيف بين الشتاء والصيف تشرب قصب، وشهر 9 وشهر 10 و11 ده ما تشربش قصب. القصب ما يبقاش لسه طالع من الارض وبيبقى طعمه مر. هو القصب مفيد للجسم من غير تلج، تشربه الصبح كده حلو. فايده ليه للكلى وللحصوه وللاملاح. بينزل الحصوه، غسيل الكلى، وبينظف الاملاح وكل حاجه، وفايده للجسم وبيروي الجسم. هو اكتر حاجه القصب بيروي الجسم في الحر ده بالذات.